السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة كل سنة وانتم طيبين. بقى هنعمل مع بعض الكحك. هقول لكم بقى كل سنة وانتم طيبين طبعا عشان العيد قرب. فهنعمل النهاردة طريقة الكحك بقى بطريقة سهلة. هنعمله بالبيكنج باودر. دلوقتي عايزين بصوا ده كده، دي معلقتين سكر باودر، ودي ريحة الكحك برضو معلقتين كبار عشان انا هعمل 2 كيلو كحك. دول طبعا الدي ده تحفة بصراحة في الكحك والبيتيفور، في الحلويات عامة يعني حلو جدا. كمان عايزة معلقتين سمسم زي ده كده يكون محمص، وعايزة كمان ديت بتيجي من عند العطار، دي ريحة موز برضو. وعايزة 2 بيكنج باودر، كيسين زي كده عشان الكيلو بياخد كيس. انا طبعا عشان اعمل 2 كيلو فعايزة كيسين. طبعا كمان هبقى عايزة ذرة ملح، وعايزة طبعا سمنة بلدي يا سمنة نباتي براحتكم، بس سمنة بلدي تبقى احسن طبعا. عايزة كيلو، ومج صغير او نص مج كبير بتاع الشاي. طبعا هنعملها تكون سخنة جدا، هوريكم دلوقتي ازاي. برضو دلوقتي هنفضي 2 كيلو دقيق. طبعا كده نقول بسم الله، كده هنفضي الدقيق زي ما انتم شايفين كده. ده اول كيلو، كده تاني كيلو بسم الله. الدقيق طبعا بسم الله ما شاء الله طلع كتير على البولة، فهنحطه دلوقتي في طبق بلاستيك عشان نعجن فيه الكحك. كده زي ما انتم شايفين الدقيق هننزل عليه بقى بالمعلقتين السكر البودر، هننزل عليه بالمعلقتين برضو السمسم. اللي حابب يحط 4 معالق براحته، برضو اللي بيحب السمسم كتير. هنحط ذرة الملح كده، ما نكترش عشان ما يبقاش حادق وطعمه وحش يعني. كمان هنزل بصوا زي ما انتم شايفين بريحة الموز كده. لكل كيلو بحط واحدة، انا طبعا عشان عاملة 2 كيلو فهحط 2. وهنزل كمان معلقتين الكبار ريحة الكحك كده برضو بسم الله. دلوقتي بقى هنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض. كده زي ما انتم شايفين انا منزله السمنه من على النار، هحطها على الدقيق. وخلي بالكم من ايديكم عشان بيبقى سخن جدا، قلبه بسباتيولا، قلبه باي حاجه خشب عشان ايديكم. بعد ما يبرد شويه هنبسه زي ما انتم شايفين كده. هنمسك كده باي حاجه عشان ايديكم بسم الله. بس لازم السمنه تنزل تعمل كده، ده نجاح الكحك. دي باقي الكميه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا بنقلب بسباتيولا كده او بمعلقه لانه سخن جدا، هو حد يحط ايده يعني. دلوقتي بقى انا هضيف كده الكيسين البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده. كده دلوقتي زي ما انتم شايفين بصوا هنبس كده بايدينا كده كله بقى، كل الكميه. طبعا هو سخن خلي بالكم، احنا سيبناه دقيقتين بس زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم نجاح الكحك يكون مفرول كده. دلوقتي نكون حاطين بقى كوبايه ميه غاليينها يعني تكون دافيه، لو عوزنا يعني ممكن نحط كوبايه ونص زي ما انتم شايفين كده. المج العادي ده هيبقى كده دلوقتي ميه دافيه، دي مش سخنه. ننزل عليها كده بسم الله شويه شويه ونعجن بقى. نسيت اقول لكم برضو نعمل حفره كده في وسط العجينه كده وننزل الميه
كده مج، لو احتاجنا هنحط تاني. كده بقى نعجن بسم الله. شايفين كده، نحاول نلم العجينه. بس كده شكلنا هنحتاج تاني ميه يعني. نجيب مج تاني ونحط شويه شويه برضو كده، برضو زي ما احنا شايفين بسم الله. شويه ونعجن، وبعد كده لو احتاجنا هنحط تاني. بسم الله. كده بسم الله الرحمن الرحيم. كده بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا العجينه خلاص مسكت كده. نختبرها ازاي بقى؟ ناخد حته صغيره كده زي ما شايفين كده، نعملها كوره كده زي ما انتم شايفين. هنجيب كده بصمه الكحك ونجربها كده زي ما انتم شايفين. لو خلاص ما شققتش يبقى العجينه كده تمام كويسه، ما نزودش ميه تاني. لو كانت شققت كان زودنا ميه تاني عليها. دلوقتي نسيبها على جنب ترتاح شويه العجينه. دلوقتي هنجيب ملبن زي ما انتم شايفين كده، هحط عليه معلقتين سمنه بلدي وهعجنه عشان يبقى طري في قلب الكحكيه اللي بيحب يعني يحشي الكحك. وطبعا هنجيب برضو عجوه، برضو هوريكم ازاي. برضو زي ما انتم شايفين كده هحط معلقتين زبده بلدي كده وهعجنها. دلوقتي كده هعجنها كلها بالزبده كده في بعض. السمنه او الزبده البلدي دي بتخليها طريه جدا. بصوا بجد بتبقى تحفه كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقت عامله ازاي، طريه جدا كده بقى قد عين الجمل. هقطعها كده صغير كده واكورها. هعمل كل الكميه كده زي ما انتم شايفين. الكميه كلها خلصتها كده الملبن. دلوقتي بقى هوريكم العجوه كمان هعملها ازاي. دلوقتي بقى دي العجوه زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هحط عليها سمنه بسم الله كده برضو معلقتين وهعجنها كده زي ما انتم شايفين. بصوا هكورها برضو كده بسم الله كور زي ما انتم شايفين. ايوه كده، وهعمل الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين كده. برضو انا عملت العجوه كده. دلوقتي بقى هنجيب صاج وهنولع الفرن بقى على 160 بس على الهادي لغايه ما يسخن. وبعد كده هنعليه عشان نحط فيه بقى، نكون خلصنا الكحك ونحطه فيه يبقى عالي بقى. هيقعد حوالي تلت ساعه او ربع ساعه على حسب الفرن. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هنجيب قطعه كده اهو من الكحك هنعملها كده، ونجيب طبعا البصامه زي ما انتم شايفين كده اهي. طبعا بقى هنعمل كل الصاج كده. عايزه اوريكم. بصوا هنكور كده بعد كده هنجوفها من الوسط كده عشان نحط فيها الملبن او العجوه كده زي ما انتم شايفين كده. ونقفل بقى عليها وكده زي ما انتم شايفين خلصنا صاج كده. بقى هنحطه في الفرن على 160 تلت ساعه او ربع ساعه على حسب الفرن. وكده الكحكه بعد التسويه انتوا شايفين اهو الشكل باين يعني كده الحمد لله ناجح. عايزه اقول لكم بالميه احسن من اللبن، بيطلع طري اكتر. يا ريت تجربوه. طبعا بقى السكر بيتحط لما تيجوا تستعملوه احسن يعني، بيتشال كده ولما تيجوا تاكلوه بقى بالهنا والشفا تحطوا عليه السكر تسكروه يعني. دلوقتي برضو انا هوريلكم دلوقتي في طبق التقديم هسكر شويه كده واوريهولكم بيتقدم ازاي. كده زي ما انتم شايفين بقى السكر البودر كده سكر كله. وكده الكحك وبالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.
بصوا كده، هعمل لكم اختبار للكحكايه لحسن تقولوا اللي هي مش طري. بصوا بيدوب، بصوا ازاي بيدوب خالص، بصوا طري ازاي. طالع بجد تحفه، ياريت تجربوه. زي ما انتم شايفين كده طالع دايب خالص.